يا صاحبي الجميل، عمرك سألت نفسك ليه ساعات الدواء اللي نافع لحد غيرك مش بينفعك؟ النهاردة هنعرف ليه مدام سلمى محتارة بين نقط بيكولاكس وشراب لاكتيلوز، وإزاي نسمع لجسمنا قبل ما يصرخ من التعب. يلا بينا. مدام سلمى: أنا تعبانة بقالي كام يوم ومفيش فايدة. ناس قالوا لي خدي بيكولاكس وناس قالوا لي لأ خدي لاكتيلوز، وأنا مش عارفة أعمل إيه. كل واحد بيقول كلام. الدكتور بابتسامة هادية: حاضر يا مدام سلمى، تعالي نحلها سوا. بس الأول قوليلي، إمساكك ده من إمتى؟ ويومك عامل إزاي؟ مدام سلمى: بقاله كذا يوم كده وبحس دايما بتقل ومفيش راحة خالص، بس مش عايزة آخد حاجة تضرني. خلينا نشرحها ببساطة. البيكولاكس زي الجرس اللي بيزعق للأمعاء تقوم تشتغل بسرعة. مفعوله سريع، بيشتغل في حوالي 6 ل 12 ساعة، بس لو استخدمتيه كتير أمعائك هتتعود عليه ومش هتشتغل لوحدها. أما اللاكتيلوز فهو ألطف، بياخد وقت أطول، 24 48 ساعة، بس بيشتغل بشكل طبيعي. أم سلمى بفضول: يعني أختار إيه؟ الدكتور: لو الإمساك مفاجئ وعايزة حل سريع خدي بيكولاكس بس لمدة قصيرة جدا وتحت إشراف. لو مستمر أو مزمن أو حتى لو عندك مشاكل في الكبد يبقى اللاكتيلوز هو الأنسب، ولازم نسمع جسمنا قبل ما يصرف مش بعد ما يتعب. يا صاحبي الجميل، انت بقى لو جربت النوعين قلنا في الكومنت ايه اللي نفع معاك، وايه اكتر عادة بتحس انها بتلخبط معدتك. قول رأيك عشان تساعد ناس غيرك. ودايما افتكر، صاحبك الجميل بيحول كل وجع لحكاية. واستنونا في الحلقة الجاية وحكاية تانية.